السلام عليكم. جيت نشارك معكم اليوم التحضير ديال الفرماج. كيطلع رائع البنات، ما نقول لكمش. انايا هنايا فواحد الحرشه بغيت نجرب معكم فرماج ديال الدهن. آه، المهم، دابا مقبلين على رمضان ان شاء الله باذن الله. بالنسبه اللي بغيت يسحر به او بيفطر به كيطلع رائع. وفرماج دابا تبارك الله تزاد في الاثمنه. لما لا؟ عندنا اللبن، عندنا الحليب. انا عندي الحليب كامل الدسم، عندي اطرو ديال الحليب كامل الدسم. غنديرو هنا فواحد الطنجره ونردو يغلى الغليان. المهم فاش يغلى غادي نجيبو ونحطو، وبقاو معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهنايا الحليب، من بعد ما غلى انا كنخوي اللبن هنا دفعات، غير خو غير بشوي بشوي. راه الحليب غلا الغليان. المهم بقاو تخوه هنا شوي بشوي اللبن. انا عندي الحليب كامل الدسم ديال البقر، وعندي اللبن حتى هو ديال البقر. المهم، بالنسبه للحليب اللبن كنخوي شوي بشوي. راه ما قطعتش معكم الفيديو باش ما يخرجش ليا يخرج ليا كتير فيه الماء ديالو، كيخرج ليا داك الخطوريه ديال الحليب، كيخرج ليا رائع. بالنسبه للفرماج كيطلع فرماج ديال الدهن ما شاء الله. ايوا هادشي اللي عطا الله كنشاركو معكم شي حاجه بسيطه تطلع سهله وبدون مواد حافظه. والفرماج تبارك الله هاد الايامات راه تزاد في الاثمنه وطالع في الاثمنه بزاف. لما لا نصايبوه لوليداتنا ونعرفوا شي حاجه صايبنا لهم صحيه. وهنا كنخلط كندورو بالمعلقه الخشبيه غير بشويه باش كندورو. ايوا عندي هنايا غادي نصفيه واحد المصفات. تقدروا البنات تخلوه حتى الغد ليه، تقدروا تخدموه في البلاصه. هنا عندي واحد البريمه في الكسكاس ديالها، وعندي هنايا واحد الزيف تولي زيف حياتي. المهم انا راه الزيف دائما كنخدم به غير حاجات الكوزينه، نخليه للكوزينه وكنخدم به، وزيف نقي كنخدم به دائما. انا صفيته هنايا وخليته تيتصفى شوي بشوي 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 تتصفى. من بعد ما تصفى منه داك الماء ديالو، من بعد ما تصفى الماء ديالو تنشف مزيان. المهم بتخدموا به هاد النهار بالضبط، خدموا به وتخلوه حتى الغد ليه. خلوه، انا خليته حتى الغد ليه وكنت مزروبه شويه، خرجته وخليته حتى الغد ليه وتصفى. وها هو من بعد ما تصفى، ها تبارك الله كيفاش جا. انا درته في المونينيكس وغنزيد معاه هنايا داك شويه الماء اللي تصفانيت منه، زدت شي معلقات حيت بغيتو يجيني ما يجينيش خاطر بزاف باش تصب المونينيكس طحنو. هنا معلقه الملحه صغيره، بالنسبه لهنا معلقه الخل. المهم كيطلع اقتصادي. المهم راه كطلع فيه نص كيلو ديال الفرماج هنايا اللي كطلع بيطروط اللبن ويطروط الحليب، معلقه الزبده اللي كنخدموها حنايا، معلقه كبيره د الزبده، ومعلقه الخل الابيض. وإلا جاكم هنايا 3 الفرماجات اللي عندي اللي درت فيه. وبالنسبه للمونينيكس كطحنوا فيه حتى تيطحن لكم كلشي. عندكم الضراب الاخر ديروا به. المهم انا خدمت غير في مونينيكس. راه كيطلع اقتصادي. وداعا لشراء الفرماج، وداعا. فرماج اقتصادي وطالعه تبارك الله رخيص ليك. اطرة اللبن كتاخديه غير ب120، وإطرة الحليب وكذلك
هادشي باش كناخدو حنايا في المنطقه فاش كاينين، كناخدو يطرة الحليب ب120 ويطرة اللبن 120، 3 الفرماجات وصافي، وكيطلع لك تبارك الله اقتصادي، وتطلع لك الكميه كبيره فيه. لما لا الواحد ما يخدموش في دارو بدون مواد حافظه و... وكيطلع بنين، وكتعرفي شي حاجه صايبتيها لراسك كتخدميها لراسك وتطلع المذاق ديالها بنين، احسن ليك من شريتيه من الزنقه ما عرفتي كيفاش داير. المهم فرماج هائل. بالنسبه للفرماج انا ما نبقاش نشريه، نعود نصايبو غير في الدار لوليداتي وصافي. وهادشي اللي عطا الله كنشاركو معكم شي حاجه بسيطه ويمكن لكل واحد يديرها، يحيد غير شويه العكس منه. وبالنسبه للوليدات اللي عز عليهم الفرماج كيصايبوه في البيض، كيديروه في البيض، كيديروه في ساندويتش. المهم هنا راه كنعاون مولينيكس باش طحن ليا كلشي، كنهبط من الفوق لتحت باش يطحن ليا الفرماج كله. وراه مده الصلاحيه ديالو كيقدر يكون حتى 15 يوم، يقدر يدوز ديك سيمانه على حسب الاستعمالات الخاصين ديالو. بالنسبه للفرماج هادشي اللي عطا الله. كاين الواحد اللي يقدر عنده الوليدات يقدر ياكلوا في ساعه. كاين الانسان اللي يقدر يبقى عنده في الثلاجه، راه مده الصلاحيه ديالو 15 يوم او اسبوع او 15 يوم. مهم كيدي عندكم كميه لا باس بها. المهم هذا هو الفرماج اللي صايبت معكم اليوم. ما نقولش لكم البنات بالنسبه اللي كيستعمل الفرماج بزاف لما لا ما يصايبو غير في دارو بوحدو. هنا كنعاون المونينيكس، كنعاونها باش طحنوا ليا مزيان. واللي عنده داك الضراب الاخر راه حسن ما تيبقاش لكم في مونينيكس بزاف، كديروه في بواطه نيت فاش غادي تخلوه في الاستعمال ديالو وكتخدموا به. هنا تنجيب معكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش جا راعي مذاق الفرماج. فرماج يعني ما كاينش شي تغيير فيه. اللي ذاقوا يقول لكم الفرماج ديال الدهن. وكتشرو علبه نشروها بواحد الثمن باهظ، لما لا طلع لكم اقتصادي ورخيص، ماشي ما طالعش في الاثمنه بزاف. وخصوصي الفرماج دابا راه طالع تبارك الله في السوق. الفرماجه اللي كانت تدير درهم ولات كدير كدا 20 او 30 للفرماجه. المهم انا كيطلع لي اقتصادي كنصيبو في الدار، كنعمر به البواطه، فاش كيسالي كندير واحد اخر. هنا كيفاش كدور المونينيكس وكيفاش كيبان لكم. انا راه كنهز لكم شوي بشوي ما تنوصلش للضراب فاش كدور المونينيكس. واخا ما مجدوداش معكم في الكاميرا بزاف، هادشي اللي كاين. والله يجزيكم بخير، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم. الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. راه بالنسبه للفرماج ها هي طريقه فاش كنخويه هنا في السبيره اللي عندي. كنخويه دابا راه سخون ومطحون، راه لا بدا كيكون شويه جاري. فاش غادي نديرو في الثلاجه ان شاء الله راه كيختار تيولي خاتر على هكا كي تيبان لكم. كيبان لكم دابا شويه جاري، ولكن فاش كيدار في الثلاجه راه كيطلع خاتر وكيطلع زوين ومذاقو بنين. وما تنساوناش البنات من البارطاجي مع الاهل ديالكم والاصدقاء. ما تنساوناش بواحد اللايكات ديالكم وشي كومونتيرات زوينين. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. وبالنسبه للطريقه ديالو شو كيفاش وداعا للفرماج، وداعا لشراء الفرماج. بواطه كتشروها من المحلات التجاريه كتطلع لكم ثمنها طالع في السوق. لما لا يطرط الحليب. هنا داكشي اللي بقى لي في مونينيكس كلشي جمعته في هاد السوبيره. وها هو الطريقه ديال الدهن ديالو كيفاش كيكون رائع. هنا درتهم في واحد الحريشه
واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.